أهلا بيكم في فيديو جديد وملخص جديد من أهم أحداث الحلقة ال15 من مسلسل وننسى اللي كان. تبدأ أحداث الحلقة لما طارق بيكون مع إيناس وبيقول لها أنا عايزة أسألك على حاجة، فقالت له إيه؟ قال لها مريم. قالت له مالها؟ قام جه قال لها مريم بتقول إن أنتي بتخونيني وبتأكد الكلام قوي. فالمهم قالت له أنت إزاي تقولي كده؟ أنت إزاي أصلا تتكلم معايا في الموضوع زي ده؟ فقام جه قال لها طب حطي نفسك مكاني، أختي بتقولي كده وعندها ثقة في الكلام أوي وهي بتتكلم، فيعني حطي نفسِك مكاني، فلازم أسألِك طبعًا. قام جه قالت له: "إحنا كده العلاقة ما بيننا انتهت، بس أنا مريم دي مش هاسيبها، والله ما هاسيبها." وقام جه إيه، جارية وطالعة من الأوضة، فهو جرى من وراها. فبعد كده بتوصل هي للأوضة بتاعة مريم وبتخش عليها بتقول لها: "هي وصلت يا مريم إن أنتِ كمان تتهميني في شرفي؟ أنا أعرف المخدرات بتعمل كل حاجة، غير إن إيه، بتخلّيكِ تألّفي كمان." وبعد كده بتقوم هاجمة على مريم علشان تضربها. فبعد كده بتدخل بقى جليلة، فبتبُص على المنظر ده، بتشوف المنظر ده، فبتقول لها إيناس، فبتبُص لها طبعًا كده اتخضّت إن هي دخلت عليهم. فبتقول لها: "اوعي تتعدّي حدودِك وتفكّري إن أنتِ تمدّي إيدِك في يوم على أختي، ما تنسيش إن هي أختي برضه، أنا مش هاسمح لِك بكده." فهنا بيرُد طارق بيقول لها: معلش يا جليلة، بس مراتي معذورة، مريم اتهمتها في شرفي وشرفها." فطبعًا جليلة بتقول له: "بُص يا طارق، أنا مش هاقبل بأي أعذار وأي كلام، أنا طبعًا مش موافقة خالص على اللي مريم بتقوله ده، بس مش معنى كده إن أنا أسيبها تعمل فيها أي حاجة." وهنا طارق بيقول لإيناس: "إيناس روحي على أوضتِك." فبتقول له: "حاضر يا طارق." وبتطلع برّه الأوضة. وهنا بقى طارق بيقول لجليلة، بيقول لها: "أنا هاقبل باللي أنتِ عملتيه، بس مش معنى كده إن أنا موافق." "ماشي." وقام جاي ماشي وسايبها. فهنا جليلة بتقعد مع أختها وبتقول لها: "أنتِ مش عايزة تقولي لي حاجة؟" قالت لها: "لأ عايزة. عايزة أقول لِك إن أنتِ أول مرّة تحسّسيني إن أنا ليّا ضهر. عايزة أقول لِك إن كل الملايين اللي أنتِ صرفتيها عليّا سواء في مصاريف الدراسة بتاعتي في الخارج أو هنا، كُلّه كوم، والموقف اللي أنتِ عملتيه ده معايا النهارده كوم. أنا كده حسّيت إن ليّا حد بيحميني، حاسة بالأمان." وهنا جليلة بتبُص لها وبتقول لها: "عمومًا هيبقى لنا كلام، لإن أنا عايزة أطمّن عليكِ. وعمومًا أنا باحبِك أوي." فهنا طبعًا مريم بتبُص لها بفرحة كبيرة جدًا، وبتحضنها وبتقول لها: "وأنا كمان باحبِك أوي." وبتفضل حاضناها جامد. وبهنا تبقى خلصت حلقة النهارده، ونتقابل في الحلقة الجديدة. ولو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك واشتراك عشان يوصلكوا كل جديد، وكل سنة وأنتم طيبين.